السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الغدا السهل السريع ده، وهنعمل فيه الملوخية بطريقة جميلة جدا سهلة جدا. ملوخية متفرزة عندي في الفريزر، قلت أجربها معاكم. عملت معاها فراخ بلدي ورز بشعرية، ما شاء الله تحفة بجد. نشوف طريقة الملوخية مع بعض. شوف اللون بتاعها جميل جدا، طريقتها سهلة سهلة جدا وهتعجبكم إن شاء الله. شوف اللون والطعم بجد خيال. هنشوف الطريقة مع بعض. عملنا الفراخ بتاعتنا اهي، ورز بشعرية. شوفوا اللون بقى وشوفوا الجمال، السمنة البلدي ما شاء الله. هنشوف طريقة الملوخية مع بعض. معايا شوربة على النار اهي، وادي الملوخية بتاعتي متفرزة. هنشوف الطريقة مع بعض، وان شاء الله قريب هنزل لكم تفريز الملوخية عشان هي بجد عجبتني جدا. صب الملوخية معانا في الشوربة. على لونها ما شاء الله. هتغلي لما تفك معانا. فكت معانا بالطريقة دي، ونضيف لها مكعب مرقة كمان عشان الطعم بتاعنا الجميل بالشكل ده. نجهز الطشة بتاعتنا بتاعت الملوخية. معايا طاسة صغيرة على النار، معلقة سمنة بلدي كبيرة كده، ومعلقة توم كبيرة، التوم بتاعي متفرز برضو، ونزلت لكم انا طريقة تفريز التوم على القناة لو حابة تشوفيها. بيقعد معايا من السنة للسنة على لونه كده. نشوح التوم بتاعنا، نجيب معلقة كزبرة ناشفة كبيرة، ونشوح بقى ايه الطشة بتاعتنا الحلوة دي. لما ريحتها تطلع عليا كده وتبقى حاجة جميلة كده، تشوفيها واللون يبقى ذهبي. بالطريقة دي كده. طريقتها سهلة وجميلة، أسرع غدا ممكن تعمليه. نشوحه لحد اللون ما يبقى ذهبي وحلو كده قدامنا. اللون بقى جميل ازاي. هحط الملوخية بتاعتي على النار، احط لها الطشة.
الريحة ايه بقى؟ ما اقولكوش. لو ما عملتيش الملوخية دي قبل كده جربيها على طريقتي، ان شاء الله هتعجبكم. ده غدانا النهاردة، طريقة سهلة جدا وجميلة جدا جدا، اتمنى تعجبكم. حمرنا الفراخ بتاعتنا وجهزنا الاكل بتاعنا، والملوخية الجميلة اهي وبس. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. انا قناتي اسمها بسم الله معانا وبسم الله معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.